شخص محترم، ذو مركز، بيشتغل في شركة كبيرة جدا، ومعاه زميلة. الراجل اللي انا بتكلم عليه ده راجل متجوز وعنده ولد. المهم انه الزميلة اللي انا بتكلم عليها اللي هي الست اللي هي بطلة القصة، 4 سنين أو 5 سنين فاتوا، هو بيقول لي من 4 ل5 سنين، ابتدوا يحصل استلطاف، ابتدى يحصل حب، ابتدى يحصل غيرة، لكن مفيش كلام مباشر ما بينه وما بينها حصل. يعني ما حصلش ان انا قلت له يا حبيبي انا بحبك وهو قال لي وانا كمان بموت فيكي، يلا نتجوز او يلا نتخطب او يلا ندخل في علاقة. فبالتالي بيقول لي ان احنا بقالنا المدة الطويلة دي عاملين ما بين قوسين ان احنا صحاب قريبين. انا بغير عليها وبقول لها تلبس ايه وما تلبسي ايه، وبتابع خروجاتها وبتابع لبسها وبتابع كلامها مع زمايلنا وبتابع كلامها مع اصدقائها فترة ال4 5 سنين، لحد ما قررت ان انا هروح اقول لها انه انا بحبك وعايز اتجوزك. مع الملاحظة لتاني مرة وانا بقولك ان انا راجل متجوز وعندي ولد. بعد شوية ايام قليلة الست اللي انا بتكلم عليها بعتت لي الفيديو بتاعك، الفيديو اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده، في فكرة انه الراجل بيبقى متجوز وبيروح يقول لواحدة تانية غير مراته انا مراتي ست كويسة وانا كذا وانا كذا وانا كذا، بس انا بحبك وعايزة اتجوزك او مش عايزة اتجوزك. فبعتت له الفيديو بتاع رضوى الشربيني او بتاع برنامج هي وبس، قالت له ده ساين او ده علامة من عند ربنا بتقول لي لا انا مش هعمل كده، ولو سمحت من فضلك احنا من هنا ورايح مش هينفع نتكلم مع بعض ومش هينفع نكون اصحاب ومش هينفع ومش هينفع ومش هينفع. وبيقول لي انتي مش دارسه ومش شيخه ومش حاجات مش يعني مشمشني كتير قوي في الرساله انه انتي تحرمي حاجه ربنا سبحانه وتعالى حللها لنا، وانا حقيقي بحبها وحقيقي مراتي ست كويسه، بس انا اتجوزتها من زمان قوي، وحقيقي هي ام ابني، البيت والسكن والرحمه اللي انت دايما بتتكلمي عليهم، لكن الحب الشوق كتب لي كده بالانجلش الباشن مش موجود. وانا مش مراهق، لانه انا بقالي فتره او عدد سنين طويله جدا بحب الست اللي انا بتكلم عليها دي، وما كنتش قادر اقول لها، ما كنتش قادر اواجهها. لما حسيت واتاكدت بعد مده طويله وسنين كتيره من العمر ان هي دي الست اللي هيكون في ما بيني وما بينها علاقه من نوع تاني، قلت لها انا بحبك وعايزه اتجوزك. حتى انا ما فكرتش ان انا اعمل حاجه غلط معاها، انا دخلت من الباب على طول. فهل انا ابقى كده غلطان؟ وانا متاكد وعارف ان الست دي كمان بتحبني، وانتي بقى بقيتي عامله زي اللقمه في الزور بسبب الفيديو بتاع قبل كده. ارجوكي خليكي ست بتفكر بقلبها شويه، بلاش طول وقت عقلك شغال. وانا متاكد وعارف ان هي متابعه كل حلقاتك وهتتفرج عليكي، فارجوكي فكري بقلبك وقولي لي وقولي لها احنا نعمل ايه. انا هقول لك باختصار شديد لان احنا ما عندناش وقت طويل قوي في المقدمه بتاعت الحلقه النهارده. اولا معلش يعني انا اول مره هدافع عن نفسي في هذا البرنامج. انا مش ست بكره الرجاله، انا ست طبيعيه جدا على فكره. وبحب علاقات الحب وبحب الناس تحب بعض وترتبط ويعيشوا حياه سعيده، وزي ما انت قلت انا بتكلم دايما عن السكن والموده والرحمه وهكذا، لكن انا ما بحبش الحوارات. وحقيقي من كم المشاكل اللي جات لنا من ستات كتير قوي انتوا بتحوروا عليهم طول الوقت. لو بتحب واحده قول لها انا بحبك وعايزك وعايزه اتجوزك. لو ما بتحبهاش مش لازم تقعد تحور، لانك في الاول وفي الاخر انت لازم تعرف انه الكائن ده كائن ضعيف، كائن بيفكر بقلبه طول الوقت مش زيك. انت بتعرف تفكر بعقلك، انت بتعرف تشغل عقلك، لكن الست دي معظم الستات بلاش نقول كلهم فكروا بده مش بده. فانا مش بكرهكم، انا بس بكره حواراتكم عليهم. لكن انا شخصيا كرضوى
الحمد لله رب العالمين، انا حياتي كويسه جدا، مستقره جدا، وعارفه انا عايزه ايه كويس قوي، واللي انا عايزاه بعمله. فده رد على فكره انه انا عارف ان انت بتكرهي الرجاله. طبعا ما بكرهش الرجاله، ومش عشان البرنامج اسمه هي وبس فده معناه ان احنا بنكرهكم. لا، احنا ما بنكرهكوش، بس البرنامج ده موجه ليها هي. اما بقى بالنسبه انه انا بفكر بقلبي، وبلاش تفكري بعقلك طول الوقت. انا ست زي اي ست، اكيد بفكر بقلبي ساعات كتير، وبقالي اسبوع من ساعه ما انت بعت لي الرساله دي وانا هتجنن مش عارفه اعمل ايه. لانه في ست تانية كمان صعبان عليا. يعني القصه دي بقى فيها 3 ابطال صعبانين عليا. الست المتجوزه القاعده في البيت اللي ملهاش اي ذنب ان هي غير ان هي حبت راجل واختارته، والراجل اللي بيحب بجد واحده تانية غير مراته، والست اللي بتحب الراجل اللي متجوز واحده تانية. فعايزه اقول لك ان رسالتك جننتني، ما بقتش عارفه اعمل ايه. مش عارفه على الهوا هطلع اقول لك ايه. بعد اسئله كتير قوي، رجاله قالت لي لا طبعا هتجوزها واعيش حياتي ومش عارفه ايه، ورجاله تانية قالت لي لا حرام، ورجاله تالتة قالت لي لا مش هتجوزها، ويعني كده. هقول لك استخير ربنا، ويمكن يكون هي دي العلاقه اللي انت بتتكلم عليها، اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع لك ليها بدون الدخول في تفاصيل بعلاقتك الزوجيه بمراتك اللي انا مش عايزه اقولها على الهوا خالص. لكن يمكن تكون هي دي القصه اللي ربنا قال لك ينفع تتجوز واحده تانية. وهقول لك اذا كان الاستخاره دي هتؤدي الى انه انتوا مش هتتجوزوا بعض، او مش هتكملوا، او مش هتتكلموا مع بعض تاني، فانا برجوك ابعد عنها. ابعد عنها عشان هي تعرف تشوف حياتها. ابعد عنها عشان هي تعرف تشوف راجل تاني. ابعد عنها عشان تديها شويه وقت تنسى حب 4 ولا 5 سنين انت كنت بتتكلم عليهم بجرحهم، وتعرف تبص تاني لقدام، وتعرف تحب تاني، وتعرف تشوف راجل تاني غيرك. إذا الاستخارة أدت إنه أنتوا مش هتكملوا كلام مع بعض. أما إن كانت النتيجة إن الاستخارة دي أدت إلى إن أنت تتجوز واحدة تانية غير مراتك، فوأنت بتتجوزها افتكر إن الست اللي أنت هتتجوزها دي ما ينفعش تظلمها عشان خاطر الأولانية، والأولانية ما ينفعش تظلمها عشان خاطر التانية. عشان كده ربنا قال زي ما أنت قلت لي: ولن تعدلوا.